أهلا بكم. مستهل النشر من الدار البيضاء، حيث مشاريع مهيكلة للنقل والطرق أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقة إنجازها اليوم بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي. مشاريع فاقت كلفتها 8 مليار ونصف المليار درهم، تروم تحسين إطار عيش الساكنة المحلية ومصاحبة النمو الديمغرافي والحضري الذي تشهده العاصمة الاقتصادية للمملكة. بعثة الأولى والتفاصيل. إكبار واعتزاز بالجهود النيرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ومبادراته الحثيثة للدفع بكل جهات المملكة والدار البيضاء خصوصا نحو مزيد من التطور والنماء. جلالة الملك يضع لبنات جديدة بالدار البيضاء، وجلالة الملك يرسم آفاقا مستقبلية تهدف إلى تعزيز البنيات وإدماج مختلف المكونات. جلالة الملك يعطي بالدار البيضاء انطلاقة مشاريع مهيكلة كبرى للنقل والطرق، أوراشا ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين الذين يقودهم جلالة الملك نحو آفاق التطور والنهضة والتنمية عبر المتابعة الميدانية والوقوف الشخصي على حسن إنجاز المشاريع والبرامج والمخططات التي تعتمد سياسة القرب والحرص الدائم على التكوين والتأهيل والتنمية. 8 ملايير و500 مليون درهم هو حجم الاستثمار في هذا الورش الكبير بهدف تحسين إطار عيش الساكنة المحلية ومصاحبة النمو الديمغرافي والحضري الذي تشهده العاصمة الاقتصادية للمملكة. ضخ 8 ملايير و500 مليون درهم على عدد من المشاريع المتعلقة بإنجاز الخط الثاني لترامواي الدار البيضاء وتمديد خطه الأول وتهيئة طرق المدينة وإحداث بدال عقدة ألف بمحاذاة المكتب الشريف للفوسفات، وأنفاق على الطريق الوطني رقم 1 في اتجاه الجديدة، وذلك على مستوى تقاطعي العمالات والقدس، وتهيئة بدال على مستوى تقاطع سيدي معروف الشطر الأول. مشروع إنجاز بدال العقدة ألف فيروم حل إشكاليات السير عند مدخل الجنوب الشرقي للدار البيضاء وتأمين الصلة بين محوري الرباط الجديد الدار البيضاء مطار محمد الخامس. مشروع إنجاز بدال العقدة ألف الذي رصد له غلاف مالي قدره 657 مليون درهم فيحفز الولوج المباشر لكازا فاينانس سيتي. وبخصوص مشروع تهيئة بدال على مستوى تقاطع سيدي معروف الشطر الأول فيروم الربط بين أقطاب الخدمات الكبرى وضمان مزيد من السلامة والانسيابية في حركة المرور على مستوى التقاطع. ويسهم الشطر الأول الذي رصد له غلاف مالي قيمته 442 مليون درهم بناء قنطرة من صنف الجسور المعلقة وتهيئة تقاطعين مداريين على الطريق الوطني رقم 11 ومسالك لولوج القنطرة. ومن شأن مشروعي إنجاز الخط الثاني للترامواي الدار البيضاء وتمديد الخط الأول باستثمار فاق 4 ملايير و280 مليون درهم المساهمة في إنعاش سيولة التنقل على مستوى محوري عين دياب وسيد البرنوصي ومحطة نهاية السير الكليات لسسفة، وذلك عبر ضمان نوع من التكامل بين شبكتي الحافلات والسيارات الأجرة. يهم هذان المشروعان اللذان يشكلان جزءا من برنامج شامل لتطوير شبكة ترامواي الدار البيضاء الذي رصد له غلاف مالي قدره 16 مليار درهم والرامي إلى بلوغ 110 كيلومتر قابلة للاستغلال تدريجيا في أفق 2022. إنجاز خط ثاني للترامواي بطول 15 كيلومتر 20 محطة لتوقف الركاب إلى جانب تمديد الخط الأول بكيلومترين مع إحداث محطتين للتوقف. هي مشاريع تنسجم تمام الانسجام مع أولويات مخطط تنمية الدار البيضاء 2015-2020 الهادف تحسين إطار عيش الساكنة البيضاوية الذي يسعى جلالة الملك جاهدا لتوفير الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة لها، والتي يدشن بها جلالة الملك لآفاق جديدة من التنمية تحفظ بيئتها وهويتها وتعزز موقعها الاقتصادي سعيا إلى جعلها قطبا ماليا ودوليا متألقا متطورا.
يتبنى العاهل الكريم في كل مناطق مدينة الدار البيضاء مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ويحرص حفظه الله ويدعو باستمرار إلى دعم مخططات التأهيل الحضري وإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية التي غايتها المواطن وإنعاش مجالات حركيته والاستجابة لانتظاراته التي هي كلها مرتبطة بشكل وثيق بالتنمية. نمو ديمغرافي وحضاري متسارع تشهده الحاضرة المتروبولية الدار البيضاء، وهي تحظى بالاهتمام والرعاية المولوية الدائمة بهدف جعلها فضاء جذابا للعيش والتواصل والازدهار والترفيه. وفي هذا الإطار أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعمالة الدار البيضاء أنفا على إعطاء انطلاقة مشروع تطوير نظام ذكي وناجع للمراقبة الحضرية بواسطة الفيديو سيؤمن الفضاء العمومي بشكل أكبر والتنظيم الدينامي لحركة المرور. مشروع رائد الأول من نوعه على مستوى المملكة، والذي رصدت له استثمارات بقيمة 460 مليون درهم لضمان أمن الأشخاص والممتلكات وخفض معدل الجريمة وتنظيم حركة النقل وحماية البنايات والمرافق العمومية ومحيطها. نظام سيشمل علاوة على ربطه بكاميرات الترامواي وكاميرات أخرى موجودة سلفا بالمطارات ومينائي الدار البيضاء والمحمدية والأسواق التجارية الكبرى والأبناك، تثبيت 760 كاميرا مراقبة متعددة الاستعمالات ومد 220 كيلومتر من الألياف البصرية وتهيئة مركزين رئيسيين و22 مركزا متنقلا. مشروع تطوير المراقبة الحضرية بواسطة الفيديو مشروع ريادي ممول بكيفية مشتركة من طرف وزارة الداخلية وجماعة الدار البيضاء، سيساهم بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنظيم حركة السير والرصد الأوتوماتيكي للحوادث وضبط السياقة في الاتجاه المعاكس وتحديد أماكن الأغراض المتخلى عنها والتعبئة الفورية للقوات العمومية وتحديد الأغراض والأشخاص والعربات المشبوهة. جلالة الملك حفظه الله يشرف على وضع الحجر الأساس لبناء هذا المركز النموذجي الذي يؤكد مرة أخرى الاهتمام الذي يوليه العاهل الكريم للحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات باعتباره شرطا لا محيد عنه لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. المركز الرئيسي للمراقبة وتنظيم حركة المرور النواة الأساسية لهذا النظام الخاص بالمراقبة الحضرية بواسطة الفيديو سيشيد داخل ولاية الأمن بالدار البيضاء في أجل 9 أشهر على مساحة 500 متر مربع، وسيغطي مساحة إجمالية قدرها 200 و466 متر مربع على 4 طوابق. وسيتم تزويد مركز التحكم للمراقبة بالكاميرات والذي سيكلف إنجازه 15 مليون درهم بتجهيزات وآليات من الجيل الجديد. أوراش متعددة على امتداد العاصمة الاقتصادية تفسح المجال بشكل واسع للعديد من المشاريع وتطور النسيج الحضري للساكنة. وأول هذه